السلام عليكم. فيديو جديد. اليوم غنشوفوا اراء ديال الناس في الشارع المغربي اش قالوا على قرار زيادة في الاجور مع غلاء الاسعار. وكيف ما كتعرفوا بزاف ديال المنتجات زادت الاثمنه ديالها في هاد الاونه الاخيره، ودابا اجيو نشوفوا واش قالوا الناس في الشارع المغربي. ظل هذه الأثمنة وفي هذا الغلاء الفاحش اللي ساد المغرب، الدراهم غير كافية، غير كافية. يعني أنا متقاعد، واش المتقاعد راه ملي تيكبر تيولي عرضة للأمراض، تمشي له صحته ويمشي له حتى بزطامو. واش انا واش المتقاعد ماشي مغربي هو اللي بلا هاد البلاد؟ كيفاش يتنسى؟ كلشي كيتزاد، يزادوا المهندسين، الاطباء، الموظفين على جميع الاصناف ديالهم. المتقاعد راه ملي كيخرج راه ما كيقدو شي الصالير ديالو حتى في الدواء. كيف يعقل انه يتنسى؟ يعني حنا منسيين، يعني ولا الاتجاه ديالنا هو المقابر، يوجدوا لنا على الاقل غير المقابر، يكونوا عندنا مقابر في المستوى. اما الزياده راه غير كافيه، غير كافيه. المغربي ولا ما كيقدرش يشري كيلو، ولات المغرب ولات عندنا عاده في المغرب ان المغربي كيشري 3 ديال البطاطات و3 خيزويات و2 مطيشات، ولا كاين الكيلو التخليطه ولات كتسمى في المارشيات التخليطه. عيب وعاركم في بلد فلاحي، فلاحي. راه الحسن الثاني الله يرحمه خلانا فلاحيين، ما خلانا شاي تنديروا الصناعه الثقيله ولا خلانا تنديروا الفلاحه. كيف يعقل ان المغربي يولي كيشري التخليطه؟ ولات هذه ثقافه جديده، التخليطه ب 100 ريال، التخليطه ب 160، التخليطه ب 300. عيب وعار. بالنسبة للزيادة يعني اللي شملت قطاعات الموظفين، يعني هي زيادات، هي تزيد الماء زيد الدقيق. بما أن كاين غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، يعني الزيادات كتبقى هزيلة بالمقارنة مع هذه الوضعية اللي كيعيشها المواطن. جاي العيد، جاي بزاف المصاريف، جاي ايوا نتمنوا من الله الخير، ونتمنوا انها تعيد النظر يعني في هذه الزيادات اللي ما بقاتش كافيه كما قلت لك في ظل ارتفاع الاسعار. هو منذ التضخم اللي حصل في المغرب وفي الدول كاملين من سنة 2019 من بعد الحرب ديال أوكرانيا، وقعت أزمة خانقة للناس وسلسل الموظف. ما بقاتش هذاك الشيء اللي تيكفيه، وهذه الزيادة اللي عطات عليها الحكومة الأخيرة ديال 1000 درهم هي مزيانة، سابقة مزيانة، 500 درهم هذا العام و500 درهم العام الجاي صافية. تنظن مبادرة حسنة، غير هي خصها ما كافياش، خصها يكملوا عليها بتحسينات اخرين ان شاء الله. وفي هذا المنبر هذا بغيت نوجه نداء كذلك، ماشي غير الناس اللي اون اكتيفيتي، خصهم يهتموا حتى بالمتقاعدين. المتقاعدين ما عطاوهم والو، مع انهم هما نفسهم حتى هما حتى هما عندهم نفس المشاكل، نفس سميتو. ما كاينش غير الطبقه العامله، كاين حتى الطبقه ديال المتقاعدين. في ظل الارتفاع ديال الاسعار وغلاء المعيشه في المغرب، وارتفاع مستوى التضخم وارتفاع المواد الاساسيه والمعيشيه، كنظن بان هذه الزياده ديال 1000 درهم هي غير كافيه في ظل هذه الزيادات اللي جات متعاقبه واثرت على المعيشه ديال المغاربه. وبالنسبه للموظفين 1000 درهم هي غير كافيه، لان هذه السنه والسنه القادمه غيكون اصلاحات ديال صندوق التقاعد، وبالتالي غيكون اقتطاعات اكثر. يعني هذه الزياده اللي غتكون يعني غيقتطعوا منها السنه المقبله، وكذلك مازال غنشهدوا الارتفاع ديال الاسعار، وبالتالي فهذه الزياده هي غير كافيه في المره، لان المواد المعيشيه ارتفعت بالضعف، وبالتالي هذا المبلغ ديال 1000 درهم هو غير كافي بتاتا بالنسبه للموظفين. كانت ربما تكون زياده 3000 درهم او اكثر. بالنسبه لي انا الحد الادنى للاجور اقل حاجه خصها تكون 7000 درهم، لان كما كنشاهدوا ارتفاع الاسعار بشكل مهول، وبالتالي هذا الاجور ديال 3000 درهم وهذا الحد الادنى للاجر هو غير كافي، وعلى الاقل خصو يكون مبلغ ديال 7000 درهم. وكذلك بان كنشهدوا بان قوانين الماليه القادمه ديال 2025 غتكون زياده في الضريبه على القيمه المضافه ديال الماء والكهرباء والعديد من المواد الاستهلاكيه، وكذلك بالنسبه للمنتوجات الكهربائيه غتكون كذلك ارتفاع في قانون الماليه
الماليه ديال 2025، وبالتالي يعني المعيشه مازال غتشهد واحد الارتفاع كبير، وبالتالي الاجور مازال خصها تكون زعما الزياده خصها تكون كبيره، والحد الادنى للاجر كنظن خصو يكون اقل حاجه ديال 7000 درهم. اهل البرلمان ما كيطبقوش التعليمات ديال سيدنا محمد السادس نصره الله، لان هذا الارتفاع ديال الاسعار وهذا الشيء يعني هو ما يبغيش هذا الشيء، لان شكون اللي كيتقاسوا الشباب، الضعفاء، الارامل، الايتام، وهذا في الاسلام لا يجوز. وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا بيد ضعفائكم. وراه البارح شاف يعني كل شيء، وهذوك الناس وهذوك العمال اللي موكولين الحقوق ديالهم والمتقاعدين والارامل والايتام، هذه ما ماشي الناس واخا، لان الاسعار طالعه. اللهم رخص اسعار المسلمين، ولكن الله سبحانه وتعالى ان كنطلب من المغاربه، وهما ناس مزيانين المغاربه، كلهم كيصليو وكلهم كيقراو القران، يلتجئوا الله شويه ويطلبوا الرزق من عند الله سبحانه وتعالى.